يحيى حسنين، المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري بالرباط. طبعا احنا بيشرفنا ان احنا بنحتفي بالمرأة في هذا اليوم، يعني بالتعاون مع جمعيات مع جامعة محمد الخامس لتنظيم هذا الملتقى كفاءات نسائية. وهذا الملتقى يعني من الهدف منه هو إلقاء الضوء على الإنجازات المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية. فالمرأة تحمل يعني ميراث الشعوب. ويمكن ما يميز أيضا هذا الملتقى أنه بيجمع ما بين الأكاديمي والفني، يعني من خلال المعارض الفنية للنرادي، للفخار، للمجهولات اليدوية. هناك أساتذة متخصصون أكاديميون يعني يعني أمام هذه الإبداعات الفنية يعني بيجدوا تأصيل الموروث الثقافي عبر العصور. وطبعا احنا بنحتفي بالمرأة المغربية بكل أطياف فرنسا الشمالية والجنوبية، كذلك والشرقية والغربية، والمرأة المصرية وكل المرأة في العالم يعني بتساعد وتهتم بتنمية المجتمع وتساعد على النهوض ورقي. شكرا جزيلا. جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. يعني شنو هو البعد الثقافي ديال هذه المعرض هذه اللي شاركت فيها المرأة المغربية؟ أنا مرأة قبل كل شيء. هاجسي هو الدفاع عن نفسي كمرأة وعن كل النساء المغربيات مبدعات في مجالات مختلفة، المجال الأكاديمي وأيضا المجال الحرفي. السنة الماضية بهذا الفضاء الجميل بفضل دعم السيد المستشار وعلى رأسه أيضا السيد معالي السفير وعمادة كلية الآداب بالرباط، عقدنا لقاء جمع ثلة من الأكاديميات. ممكن تحكي لي على الحدث ديال دابا يعني يعني شنو الإشعاع والبعد الثقافي والاحتفال يعني المركز الثقافي المصري بالمرأة المغربية والجمع المرأة في بعديها الأكاديمي وأيضا الحرفي، طالما كانت هناك قطيعة بين المجالين. إذا الجامعية تنفتح على أعمال نساء المبدعات في مجالات مختلفة، وأيضا المرأة الحرفية تشرئب وتتطلع إلى معرفة منجزات المرأة الأكاديمية. آلة بورشمان الجوزة آلة الجوزة. الاسم ديالك والصفة؟ منى مروان، مصممة أزياء ومخترعة من مدينة العرائش. شنو باش كانت المشاركة ديالك في هذا المعرض هذا؟ المشاركة ديالي بالتصميمات ديال لا هوت كوتور تراديسيونيل، وبالاختراع بطبيعة الحال جبت واحد الفكرة على الاختراع باش الناس تشوف النساء المخترعات والمبدعات في المجال ديال الصناعة التقليدية. وكنشكر بهذه المناسبة المركز الثقافي المصري اللي عطانا هاد الفرصة باش نبين هاد الإبداع هذا، والأختين بطبيعة الحال الدكتورة الأستاذة الكبيرة ديالنا البيضاوية بالكامل وزاعمة بالكامل حتى هي. تحكي لي على الاختراع شنو هو؟ هذا الاختراع هي واحد الآلة اللي انقضت الخدمة ديالها عن أزيد من 25 سنة، هو إحياء للتراث المغربي. هي آلة ديال الكوزة اللي ديجا ديبوزيتها في لومبيك، ودابا حنا باقي كنكملوا لا بروسيدور ان شاء الله. شنو يعني هاد الآلة شنو غتقدر بموجبها؟ يعني شنو تقدري ديري، شنو تقدري تحقق المرأة اللي كتعمل في مجال الصناعة التقليدية؟ اكيد هي بالنسبه كتزيد في التنميه البشريه بطبيعه الحال، لان هذا الاختراع هذا اللي انا قلت لك هو احياء للتراث المغربي، هو احياء ديال واحد الخدمه اللي انقضت عن ازيد من 25 سنه. هذه الخدمه كتخدم في الجلباب المغربي، في القفطان، وفي لباس التكشيطه اللي كنقولوا حنا اللي هي الرجاليه النسوي بجوج.
ولكن انت قلتي اختراع وقلتي القرضات، واش انت وليتي عدتي حياتيها او الاختراع؟ يعني بغيت نفهم شويه. هي هاد الاله هذه دابا تشوفوا معنا ان شاء الله واحد الشريط قصير على فكره على الاختراع كيفاش عامل. الاله جات كتخدم واحد الخدمه اللي القرضات. دابا رجعنا كنخدموا غير البرشمان، واحد الخدمه اللي كنقولوا لها الفتيح والتبدال وداكشي ما بقاش. هادو سي بلو بروفيسيونيل، يعني فيهم واحد الهضره باش نشرحها بالنسبه للناس اللي ما كتفهمش في الميدان. يعني بالنسبه للحرفيين والصناع التقليديين كيفهموا في الكوزه، فهمتي؟ وانما هذا الاختراع هذا يعني جا من بعد واحد تفكير، واحد البحث، وواحد يعني جبار. وجبناه لهذه المناسبه ديال عيد المراه، بمناسبه اليوم العالمي للمراه، باش كنبينوا القدرات ديال المراه المغربيه، وكنبينوا ان المراه دائما مبدعه ومخترعه وفنانه وهي كل شيء. شكرا جزيلا. شكرا. الجو وشنو الاهميه ديالو وفوقاش الانجازات؟ كنت بالفخار. انا المنتوج اللي عرضت كله كرجال السنوات الثمانينات، وكنظن بانه حسب الصانع بانه هو اجتهاد منه، مادام كاينه آلة بالمعدن وآلة بالبلاستيك، فكر يدير بآلة كنا الأواني الأخرى كتنافس الفخار. هو فكر بأنه يدخل لمعركة الصراع أو المنافسة، وإذا اخترع كوكوت بالفخار. كاين هناك كوكوت بالفخار، كاين مقرج بالفخار، كاين آلة لغسل اليدين بالفخار. إذا كأن الصانع يذهب إلى السوق ويخترع ما يشاهده، هو يعكس واقعه، يحاكي واقعه. إذا هذا هو هذا الاسم ديالك؟ الأستاذة رحمة الحرقي، أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للعلوم الآثار والتراث. معالي السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السيد الأستاذ رضوان حمدي البرلماني، السادة الحضور الكبير، تحت رعاية سعادة السفير أحمد إيهاب جمال الدين سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، يتشرف المركز الثقافي المصري بالرباط وبالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، وأيضا بمشاركة فعاليات أكاديمية وجمعوية نذكر منها التعاونية السباعية وجمعية التنمية والنهوض بالمرأة الكروية بسيدي مختار شيشاوة، جمعية يد في يد القصر الكبير العرائش، جمعية التضامن النسوي عائشة الشنة بالدار البيضاء، جمعية إبداعات العرائش، ونادي التاريخ بالرباط. يسعدنا أن ننظم معكم وبكم هذا الملتقى، ملتقى كفاءات نسائية من مصر والمغرب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. يأتي هذا اليوم كي نحتفي معا بالإنجازات التي تحققها المرأة في المجالات المختلفة، سواء كانت اجتماعية، سياسية، اقتصادية. كما يهدف هذا الملتقى إلى إبراز الدور الحقيقي والحيوي للمرأة في التنمية المجتمعية، وكذلك أيضا من خلال إلقاء الضوء على إبداعاتها الفنية، فهي تحمل تراث الشعوب. وإن شاء الله بعد قليل يعني هنفتتح معكم يعني معرض للتراث الفني المشترك من مصر والمغرب، ونشاهد فيه إبداعات نسائية. كما يتميز أيضا هذا الملتقى بسابقة هي جديرة أيضا بالذكر، حيث يجمع بين الأكاديمي والفني، فالمرأة بموهبتها الفطرية وبأناملها الذهبية تنتج صورا من الإبداع والجمال والتذوق على مر العصور، وهي بذلك تقدم للباحث الأكاديمي ليس فقط مجالا خصبا ورحبا للبحث والدراسة، ولكنها أيضا تقدم منتوج فني يساعده على تأصيل هذه الفنون الإبداعية، والتي تحمل الملامح الرئيسية والمكونة لهويتنا الثقافية. الحضور الكريم في هذا الملتقى، وحيث نحتفل
بالمرأة المغربية والمرأة المصرية بمختلف أطيافهن وتنوعهن الثقافي والجغرافي. ونحتفي أيضا بالمرأة في كل مكان، المرأة التي تعلم وتتعلم، المرأة التي تنتج وتبدع وتساهم في نهضة محيطها الأصغر ألا وهو الأسرة، حيث يرقى وينهض محيطها الأكبر وهو المجتمع. يعني ولا سيما في هذه اللحظة يعني ولا يسعنا أن نتوجه بالشكر الجزيل للسيدات الفضليات التي يشاركنا في هذه الاحتفالية. يعني نخص بالذكر الأستاذة الكبيرة البيضاوية بالكامل، أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الأستاذة زهرة طموح، الأستاذة بكلية الآداب جامعة محمد الخامس، الأستاذة رحمة الحقيقي، الأستاذة بمعهد العلوم والآثار، الأستاذة زعيمة بالكامل، الأستاذة خديجة السراج، الأستاذة ليلى مجدولي، الأستاذة بشرى بوصوف، الأستاذة منى مروان، والأستاذة رضية بقالي وأمينة معتز، وهم سوف يصحبانا في زيارة للمعرض بعد قليل. الحضور الكريم، السيدات الفضليات، يعني إليكن جميعا ومن هنا من المركز الثقافي المصري بالرباط نوجه إليكم تحية والتقدير، ونحن نثمن ونقدر ما تقدمنهن من عطاء ورقي نعتز به ونعمل معا من أجله. شكرا جزيلا للحضور الكريم. وهناك أيضا يعني كلمة نيابة عن الجمعيات التي تشارك في هذا الملتقى والأساتذة الأفاضل تلقيها الأستاذة الفاضلة الأستاذة البيضاوية بالكامل، فلتتفضل. سيدي المستشار، سيدي العميد، أيها الحضور الكريم، الكلمات تقف عاجزة عن التعبير عن مدى فرحتي بأن يشركنا الرجل في احتفالنا ويدعم نشاطنا. وتبدأ هذه الاحتفالية ليس اليوم ولكن منذ أن طوينا الورقة حول نساء مبدعات السنة الماضية. منذ ذلك الحين انبجست فكرة الجمع بين الإبداع الأكاديمي والإبداع الحرفي، وبدأت الفكرة تكبر في أعين الأكاديميات. زهرة طموح وقريباتها خديجة وتريا كم ألححن علي بأن تظهر الزربية سباعية بعتيقها وحديثها. ثم رحمة الحريقي زميلتي من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث أبانت لي عن تحفها الفخارية، فأعجبت بل انبهرت عندما رأيت أدوات قلتها من معادن ولكنني وجدتها من طين كما سترون في المعرض. تحدثت عن هذا العمل إلى أختي التوأم زعيمة بالكامل، فمدت لي يدها ويد مجموعتها المتناغمة والمتناسقة، المرأة الحرفية، المرأة المبدعة، المرأة المصممة والمخترعة. أخال نفسي لو أنني ذكرت اسما سأجد بأن سجل التاريخ سيحفظ بكل امتنان هذه الأسماء أو الباقة الجميلة: منى، راديا، فاطمة، أمينة، ليلى، وأعتز بهن جميعا. ثم كم كانت فرحتي عندما عرضت أيضا هذه الفكرة على طلبتنا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط نادي التاريخ، فآزروني واحدة وواحدا. إذا لم أذكر الأسماء فأيضا لأن اللائحة طويلة.
وبذلك صار هذا الجمع الجميل يجمع بين الأكاديمي والحرفي، وما هو إلا لبنة نأمل أن تتوسع ويحتضنها في البدء البلدان الشقيقان والحبيبان المغرب والمصر، لنلم بها أيضا قاراتنا الجميلة ونساؤنا بالعالم العربي، والنساء بكل ربوع القارات ال5، فإليهن جميعا نهدي هذا الملتقى، ملتقى كفاءات نسائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذة الفاضلة الأستاذة بيضاوية بالكامل طبعا عن هذا العطاء المثمر والجهد الرائع الذي نعتز به. الحضور الكريم، يعني في فعالية ملتقى كفاءات نسائية لدينا عدة محاور. نبتدي أولا يعني عندنا المعارض الفنية التي سوف نفتتحها، ولدينا بعدها أيضا لدينا ندوات بيشارك فيها الأساتذة الأفاضل. لكن قبل هذا وذاك بنبدأ أولا بعرض فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة عن الفنون التراثية في مصر والمغرب. بعدها بإذن الله نفتتح المعرض. مشاهدة طيبة. يعتبر فن الخزف من أرقى الفنون التي عرفتها الإنسانية، حيث لازم الحضارات المختلفة منذ أقدم العصور. ولقد اهتم منقب الآثار والباحثون في حياة الشعوب بالفخار، إذ إنه حرفة وصناعة مارسها الإنسان منذ قديم الزمان في كل بقاع الأرض التي عاش بها ومارس بها صنع احتياجاته. من هنا يتبين أن تاريخ الخزف أو الفخار حافل بما يستوجب دراسات واسعة النطاق، خاصة بعد أن قطعت المدينة شوطا بعيدا في ميدان الصناعات. وقد تخصصت الأرياف المغربية في صنع الأواني الشائعة التناول ذات الأغراض النفعية قبل الجمالية، تعتمد فيها العمليات الأساسية الثلاث: العجن والتشكيل والطهي. مباشرة بعد عودة المفصلة من رحلتها المضنية تستعد لبدء مرحلة جديدة لا تقل جهدا عن سابقتها، إنها عملية الخبط. تتم هذه العملية عادة بواسطة الحجارة أو العصي، والمراد منها هو تفتيت الطوب لاستخراج دقيقه. بعدها يغربل هذا الدقيق لتفصل عنه الشوائب، ثم يصب عليه الماء ليشرع في دعكه حتى يصير عجينا متجانسا مرنا خاليا من فقاعات الهواء سهل التشكيل والتطويع. عوضت هذه الحرفة النقص الحاصل لدى فتيات القرية في الدراسة، فأبدعن فيها بشكل بارز يظهر من خلال التطور الذي حصل على منتجاتهن التي أصبحت تعرف إقبالا متزايدا. بمدينة الفسطاط كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الحكيم سيد مدير المركز. أهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا. بداية عايز اسأل عن الدور اللي بيقوم بيه مركز الحرف التقليدية في الفسطاط لحماية ورعاية الحرف التقليدية. دور المركز هو مركز للنهوض بالحرفة، التعرف على مشاكل الحرفيين، محاولة حلها، الوصول لتقنيات معينة في الخزف والمحاولة لتطوير هذه الحرفة. في الفترة الأخيرة بدأ يبقى المركز هو المركز النموذج بالنسبة لصناعة الخزف، بمعنى ان بقت تعتبر بيتم تصنيع منتج، والمنتج ده بيبقى زي بيت خبرة للخزافين وللفنانين اللي موجودين في المنطقة، ويمكن اللي موجودين في مصر بشكل عام. وانت مدير لمركز الحرف التقليدية، بالتأكيد رصدت بعض المشكلات اللي بتقابل الحرفيين التقليديين. عندنا حوالي 13 حرفة تقليدية، من ضمنهم النحاس والقشرة والازاز المعشق بالجبس والخياميه والحليه، يعني مجموعه من الحرف التقليديه. ودايما المنتج ممكن يبقى منتج كويس قوي بس ما بنعرفش نقدمه. ممكن يبقى حرفي على اعلى مستوى بس ما عندوش موهبه التصميم. فمثلا في التصميم عملنا ورش تدريب ومجموعه من الانشطه الخاصه بتنميه وتطوير التصميم عند الحرفي. لما نيجي نتكلم في التسويق، ازاي الحرفي يقدر يسوق منتجه، يمكن عملنا مجموعه من الاماكن اللي ممكن يتسوق فيها المنتج، وبدا يبقى فيه اقبال على المنتج. وجود منفذ توزيع او منفذ تسويق للمركز مثلا في منطقه زي شارع المعز، وعلاقتها بالحرفيين اللي موجودين، وازاي بيتم التواصل بين المركز وبين الحرفيين اللي موجودين في المنطقه دي. فده دور مجتمعي بيعمله المركز. ده بجانب مثلا مجموعه من الانشطه الثقافيه زي مثلا ندوات بيقوم بيها لتنميه وعي المجتمع. ما هي خطة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط لنقل 5 سنوات قادمة؟ ما هو المستهدف؟ والله المستهدف ان الحرف التقليدية تغزو كل البيوت. عندنا اقتناء كبير جدا بالحرف التقليدية، ان احنا يبقى بنخرج كل يوم او كل اسبوع حرفي جديد موجود بينزل مجال السوق بيشوف بيأدي حاجه لمصر. بنفكر نعمل معرض كبير للحرفيين المصريين المميزين على مستوى المحافظات، لان احنا عارفين ان كل محافظه ليها طبيعة معينة وليها طعم معين في شغلها. بنستهدف ان يبقى المركز هو نقطة انطلاق للحرف التقليدية في مصر. لعشرات السنين لم يتخيل أحد من قاطني هذه القرية أن تتحول إلى مقصد سياحي مهم ومركز ترويجي لصناعات يدوية عدة. قرية تونس التي تقع على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وأصبحت أشهر منشأ لصناعة الفخار في مصر. صناعة الخزف والفخار مختلفة، لأن هنا في بتاخد درجة حرارة 1170. في أنواع تانية في الفيوم وفي مصر وفي العالم بتاخد جليزات خفيفة، في من غير جليزات على حسب الحريق لكن هنا في قرية تونس أشهر فخار في العالم بيجوا من جميع أنحاء العالم بياخدوا المنتج ده. في حاجات كمان يعني بتتميز عن الحاجات الأخرى، ده صحي 100% اللي تقدر تاكل فيه. محمد محمود الذي بدأ تعلم الحرفة وهو في 10 من عمره، ثم أنشأ ورشته الخاصة منذ 14 عاما، وأصبح له زائروه من دول عدة. الحرفية والمهارة في صناعة الخزف والفخار التي أتقنها أهالي قرية تونس لم تقضي فقط على البطالة في القرية، بل فتحت أمامهم المشاركة في معارض ومهرجانات محلية ودولية عديدة. صدفة حولت قرية تونس من قرية ريفية بسيطة إلى منبع للجمال والفن، وباحترافها تصنيع الفخار والخزف أصبحت قبلة للسياحة عشاقها من جميع أنحاء العالم. رفعة في المادة ودقة في الصناعة، هكذا يمكن وصف هذه الألبسة المغربية القديمة والتي تعود إلى القرنين 17 و19 ميلادي. تشكيلة متنوعة من الألبسة التي كان يرتديها المغاربة سواء في حياتهم اليومية أو خلال المناسبات، تعكس رقي الذوق المغربي الذي لطالما أبهر العالم عبر العصور. أقمشة من المخمل والحرير والقطن طرزتها بعناية فائقة خيوط من الذهب والحرير،
لتعطي ألبسة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لوحات فنية أبدع فيها الصانع المغربي. من الرباط، سلا، تطوان وفاس تم تجميع هذه القطع الفنية التي تعكس تنوع مشارب الهوية المغربية. إذا كنت ممن تعشق عيونهم الحرف البسيطة، إذا فعند زيارتك للقاهرة ستأخذك قدميك إلى شارع النحاسين، حيث صناعة النحاس التي عرفتها الأجيال المتعاقبة فنون وأسرار تورثتها الأجيال جيلا بعد جيل في هذه المهنة العريقة. وللأجداد الفراعنة الكثير من السمات التي ميزت الحضارة الفرعونية وجعلتها باقية على مر الزمان برغم اندثار حضارات أخرى. ولنتجول قليلا في عالم صناعة النحاس. صناعة أدخلها الأجداد الفراعنة في صناعة أطباق الطعام وأباريق الشراب وأدوات الحلي والزينة، وأضافت إليها الحضارة الإسلامية نقوشاتها وزخارفها العربية، فباتت صناعة النحاس في مصر مزيجا مختلطا يجمع بين جمال الحضارتين الفرعونية والإسلامية. صناعة النحاس تبدأ أولى مراحلها بخروج هذا المعدن من أفران النار كي يتمكن صناعه من تشكيله في شكل أواني أو أباريق، ثم تدخل عليه بعد ذلك مرحلة الزخرفة التي تبدأ بهذه المخطوطات التي يتسلمها الحرفي في أوراق منفصلة لرسمها على قطع النحاس، ومن ثم يتم نحت وزخرفة هذه النقوش على قطع النحاس، ولا مانع أيضا من تطعيمها بمعادن فضية أخرى لتضفي على جمال هذا المعدن الأصفر ألوانا أخرى تزيد من بهاء هذه القطع الجمالية. صناعة الخيم من أقدم الصناعات اليدوية اللي موجودة في مصر. النهاردة من قلب سوق الخيامية هنشوف وهنعرف كتير عن الخيم والخيامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ اتفضل. تمام؟ الحمد لله. ممكن اقعد جنبك شوية؟ اتفضل والله. ايه اللي خلاك تخش في الموضوع الصعب ده؟ الموضوع ده جه عن طريق ان انا كنت بشوف والدي مثلا بيشتغل، فحبيت المهنة نفسها، فاضطريت ان انا اخلي والدي مثلا يعلمني مع الدراسة نفسها، فبقيت اتعلم وانا عندي مثلا 12 سنة بقيت احاول اشتغلها. اشتغلتها مثلا عندي 13 سنة، يعني بقالي في المهنة دي بالظبط 20 سنة. ابتدت الصناعة تتطور اما ابتدينا نشتغل في حاجات زي رسومات جمل، حاجات كده السياح بقى بتنزل بتختار ديزاين معين، احنا بنطور الديزاينات مع الوقت. ده انا الرسمه دي انا عامل فيها حاجه جديده جدا. ايه هي؟ الرسمه دي ده شغل اسلامي مع شغل لوتس فرعوني مع شغل رومي مع شغل لوتس. يعني انت هنا دخلت الروماني مع الاسلامي مع اللوتس مع الفرعوني. لا تملك هذه الأنامل القدرة فقط على نسج أفخر أنواع السجاد اليدوي، لكنها تتمتع أيضا بموهبة فطرية تمكنها من إبداع أجمل الأشكال والمناظر لمعالم الحياة المصرية البسيطة، خاصة مشاهد الريف والذي منه جاء هؤلاء. شغلنا كله من الطبيعة، بنفكر يعني مثلا انا تحت النهارده او بكره افكر كده وانا قاعده في البيت ان انا هروح الصبح الشغل هعمل ايه تاني، بس كده طول 15 يوم. انا بختار اللون اللي هو اللي يناسب الفكره، والافكار هنا كتير، يعني مش كل الفكر بتبقى زي بعضها. النوبه يعني انا دلوقتي عامله بيوت ونخل، ممكن الفكره التانية تكون نباتات واشجار، مش كل السجاد بتبقى زي بعضها او الفكر. أتوا إلى هنا أطفال، ولكن بالمثابرة تعلموا فنون وأسرار صنع السجاد اليدوي. رحلة طويلة قطعها هؤلاء قد تشبه في بعض تفاصيلها نفس الرحلة التي تقطعها هذه السجادة أو تلك، حتى تخرج عملا فنيا يبهر كل من يراه. في هذه القرية الصغيرة القريبة من أشهر آثار العالم أهرامات الجيزة، نجح سجاد الحرانية في أن يحظى بشهرة عالمية، وهو إنجاز كبير يعكس مدى ما يتمتع به مركز غيث واصف من قواعد مهنية وفنية جعلت أكبر المتاحف ترحب بمنتجاته بين معروضاتها. لوحات مصرية أصيلة امتزجت خيوطها بموهبة وفن هؤلاء البسطاء،
فحازت الإعجاب بجمال صنعها، واستحقت التقدير لصاحب هذا المركز الفنان ويسا واصف، الذي رغم رحيله قبل 36 عاما نجح في أن يرسي دعائم أشهر مدرسة وورشة لإنتاج السجاد اليدوي في مصر. شغل يدوي، في عدة بشتغل بيها، بجيب الجريد أقطعه وأعمل تجهيزاته واشتغل، وبعد كده بقفل. والله أنا بعمل كراسي، ترابيزات، أدراج حمام، بعمل غرف كاملة من الجريد. هي صناعتي ديت والله انا بحبها، لان بحاول ان ابتكر فيها، لان زي المهندس بالظبط، كلها مقاسات وشغل ديكورات وهندسه وفن كده، فعشان كده انا حبيتها. قامت برشمان جوزة أتت لتعوض مهمة الصانع القباط في مجال الوشمان. على خلاف الآلة المعروفة حاليا، هذه الآلة تسمح بتغيير اللون حسب ترتيب المعلم، وبذلك يتم الحصول على الزركشة المرغوب فيها مثل الجوزة والصمع والسلسلة إلى آخره من أنواع الزركشات. والحرف التقليدية، الفيلم اللي تم إعداده خصيصا إلى هذه المناسبة، يعني نرجو أن هو يكون قد حاز إعجابكم. وطبعا يعني الحرف التراثية والفن القديم قدم الزمن، الفخار والزرابية والصناعات الأخرى يعني نعتز بها يعني في مصر وفي المغرب وفي كل الدول العربية. هو يمكن احنا يعني حاولنا ان احنا يعني نضع بعض هذه الفنون مع بعض، لكن يمكن عندنا المعارض الفنيه اللي سوف نفتتحها يعني حاليا دلوقتي بعد قليل هتكون نموذج حي، يعني هنستمع فيه بالصوت والصوره والمشاهده الطبيعيه لفنون يعني ابداعيه في كلا البلدين. ويمكن هيبقى عندنا يعني المغرب ممثله في الفخار، في الزرابي، وطبعا يعني كان الفيلم عرض آلة الجوزة والتصميمات الراقية الجميلة. احنا يعني بنتشرف بحضراتكم في المركز الثقافي المصري وبنجدد الترحيب بيكم، وبندعوكم دلوقتي لافتتاح المعرض. بندعو معالي العميد الاستاذ الدكتور جمال الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس، الاستاذ رضوان حميد، الاستاذ البدوي بالكامل، اساتذه الافاضل، تفضلوا نفتتح المعرض. خليك يا سعادة الوزير. سعادة السفير. مش السفير. كله. يعني المجهولات النحاسيه، وطبعا الشغل الخشب المصدف والمطعم، ويمكن ده انا شفت كتير منه كمان في الولجه، يعني يمكن ويمكن الفيلم كمان بين التماثل، يعني يمكن التطور الانساني، ويمكن ده ظهر من خلال صناعه الفخار اللي هي تعتبر اقدم الصناعات في التاريخ الانسانيه. المجهولات النحاسيه، طبعا العود هو طبعا سيد الالات الموسيقيه، ويمكن طبعا يعني يد الفنان امتدت اليه مع يد الصانع. طبعا يعني تكريما طبعا لنفرتيتي عن هذه المرأة، ويمكن في التاريخ ان في تاريخ مصر الفرعونية يمكن 7 ملكات حاكمنا منهم نفرتيتي، وطبعا الحلي والصناعات الخشبية، ويمكن يعني البردي وبيبين حته تقديم الزهور منذ قديم الزمان وتقديم شم الورود الربيع.
طبعا ده فانوس رمضان، ده رمز اجتماعي في مصر. هو يمكن فرحة رمضان يمكن عند الأطفال خاصة يعني إن هي بترتبط بهذا الفانوس، وإن يمكن ده كان تدخل في العصر الفاطميين يعني. ويمكن كان ارتباطه إن هو أول ما دخلوا الفاطميين المصريين طلعوا مستقبلوهم بالمشاعر والأنوار، فعجبتهم الفكرة وتحديدا مع شهر رمضان الكريم، وعلشان تستمر الزيارات بين والتلاقي ما بين الاسر بعد الفطار، وطبعا بيكون الليل قد دخل، كان الصبيه الصغار كانوا بياخدوا الفانوس ويكونوا هم المرشدين يضيئوا النور للسيدات حتى تلتقي بزملائهن يعني في الاسر المقابله يعني، وينتظروا في الخارج حتى يعودوا الى المنزل تاني. ويمكن من هنا فكره الفانوس ظلت فكره يعني رمز اجتماعي في مصر، ويمكن الاطفال يعني اكثر يعني تشجيعا وارتباطا. اليكم ونستمع اليكم في بعض توضيحات. تفضل. اذا هنا عندنا جناح للصناعه النسائيه، ابداعات المبدعات. وكيف كتلاحظوا كل الاواني هي تستعمل في البيت. إذا كل الأواني الموجودة أمامنا تستعمل في البيت. ونبدأ لعلك نحن كلنا عرب ومغاربة آلة لصنع التريد. تريد بالطريقة التقليدية. هنا صناعة يدوية بدون أي آلة. بعض الأدوات والله خير فرما ديجي نعيو شي واحد يقول لي خصو باغي يتصور. لا وانا هضرت معاه بس اخويا ما تصور. انا ندير نتصور. لا هضرت معاه في الباب انا درت معنا ليس هي ولو آلة واحدة. إذا بيديها هنا حتى في الرسم. هذا ما ماهوش انا واحد ومرأة تما قال لي اختي كاين هنا نعرف الدنيا عارف كي جات والله انت مزاحيه تجي حتى تكون زاهيه. مواد كلها طبيعيه. مثلا هنا ماده نباتيه كنعرفوا الضوء، واذا الضوء كناخذوا غير العصير ومن بعد الطهي ديالو كيعطينا هذا اللون الجميل. هنا تراب احمر غني باكسيد الحديد وبعده هذا الاحمر. وهنا رسومات هندسيه، مع العلم ان المراه شو ما نقول بانها جاهله وانها غير متعلمه، انها رسم عفوي ومتقن. اذا الماده السوداء هي ماده طبيعيه كذلك، حجر يسمونه بحاله مستوحى يجمع لنا الطبيعه. كل الادوات تستعمل. اذا هنا عندنا الجره او الجره اللي كنديروها تستعمل في الاول للماء، للسقي من سواء العيون او الابار. وفي بعد مرور فتره تستعمل للحفاظ على الزيت في المناطق الشماليه المعروفه بصناعه الزيوت. لعلكم في الفيلم لاحظ او شاهدنا الورشه اللي معروفه في الشمال، وهي ورشه تعرف بوادلو، ولكن هي مش من وادلو. الورشة داخل 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر داخل الجبل، كلها كذلك مصنوعة باليد ولا تدخل فيها أي صناعة. هنا اللي بغيت نأكد عليه هو أن المرأة ما دامت تخرج وتجاهد في السوق حاولت
أو بإنتاجها أعطتنا كل ما تشاهده في حياتها اليومية، ولعل هذه المغاربة كلهم يعرفوها. حاولت صنعها من الطين لتلبية مادام شفنا في الفيلم بأنه المنطقة السياحية حاولت إرضاء السائح، ولعل هذا الكأس استعملنا إلى الوجود. البراد صناعة نفسية. هناك نلتقي مع مصر في فوق الطاولة هنا كلها باش لا كيديروا فيها تيغليغ باش كيجمعوا فيها الأولاد. نقول احنا بنسميها حصالة. نجمع فيها صندوق توفير يعني. صندوق توفير. شكرا على صندوق توفير. وإذا حتى الصندوق توفير فكرت فيه الصانعة الفخارة. هنا في آليات الكبيرة، لعل حفلاتنا ونحن المغاربة معروفين بالكرم، فكرت في صنع آلية كبيرة لاستعمالها في الحفلات لتخزين السمن طريقة صحية. إذن هذا الجانب كله صناعة نسائية، ولم أنسى الصناعة الذكورية. وهنا اختراع ما كانش عندنا المكان الشاسع، نموذج فقط من كل ورشة. هنا الإبداعات كلها تستعمل في المنزل، وأخرى أن الفخار لم ينسى أنه صومعة الكتبية، حتى صومعة الكتبية حاول إنتاجها. الجميل في هذه الصناعة هو الكوكوط بالمادة الطين. هنا كوكوط حاول الفخار أنه عوض استعمال الكوكوط بالمعدن صنع كوكوطا بمادة الطين. وهنا طنجرة الضغط تماما. وهنا للأكلات الفردية في المطاعم حتى هي فكر بها وصنعتها. والمقراص والبراج خالية للنحل حتى هي في الفخار مفتوحة من هنا وهنا لتتصرف النحل. آلية أخرى أنا معجبة بها كثير، وهي الشكوى. في بعض المناطق هناك بالجلد، جلد الماعز خاصة. الآن هناك بالمعدن، والحمد لله رجعنا إلى الأصل. أصبحنا نستعمل في بعض المناطق نستعمل الشكوى بالمادة الفخارية. مقراش، حتى المقراش صنع الفخار. والبراد. شكرا أستاذة رحمة. الزرابي، السجاد، الكريم، الخيامية في مصر، الأزياء، وهنبتدي بالزرابي السباعية وارتباط حميمي بالزرابية السباعية ومجهود رائع وجميل للأستاذة زهرة طموح والأستاذة حديثة شريط السراج. هذه هي الزربية، هذه التعاونية السباعية للزرابي بسيد مختار، وهذه الزربية هي المعبرة عن قبيلة ولاد بالسباع، لأن فيها تخضع لزواقة قديمة
وزرابي ولد السبع كان من الاختراع الحر للنساء القرويات بسيد المختار. وكان هاد كتب عقلي تخيط ديال الضفيرات، وهاد الضفيرات كانت في العشرينات فاش كان منذ تواجد الاستعمار الفرنسي بالمغرب، كان هو اللي عطى الطابع لزربيه شيشاوه. واي زائر كيجي تجي لعمله شيشاوه ولا نواحي شيشاوه الا ما شراش الطابي كيقول لك الشيخ بغي شيشاوي، الا ما شراش الشيشاويه ما كايناش لانها كتعبر على بحال لونتيكيتي بحال شي تحفه ولا شحال، لانها مصنوعه من الاختراع الحر للمرأة السباعية بسيد المختار. وكانت كيكون فيها غياب التوازن، يعني لابسونس دو لا سيمتري، ما كاينش اختراع الحر. وكان غياب الاطار، ما كاينش داك الكادراج، ما كاينش يعني كنقولوا البلون، ما كاينش غياب الاطار. هذه الزربيه هي تدعى زربيه ولاد بوسبع، حمراء وكتمتاز باللون ديالها احمر وجوانب سوداء. هذه هي المعبره عن المنطقه زربيه ولاد بوسبع. هذا الفرق اللي كاين فيها عنده شي معنى؟ كانت هذا كان عنده بحال وكان شي بروفيسور تاع ليزا غادي يعني يسبليكي، ولكن كتدعى هنا على حسب المراه المختاريه المختار كتقول بان هادو لي تخيس. كانت ديك الساعه كنشوف الضفائر ديالها في ديك الوقت ليبوك في العشرينات كدير وما دايراش غير الاختراع، ما دايراش ما كاينش بحال شي طابلو ديزا، ما كاينش الفوق ماشي بحال التحت، ابداع اختراع الحر للمراه. هذه هي الزرابيه المنطقه. هذوما اللي كتلقاي الكتب لابسونس ولا سيميتري، لابسونس الكادراج، ما كاينش غياب الاطار. زائد هذا الشيء، هاد الزرابي كاينين في لي غوشيرش دي زالمون، حيت في ابحاث المانيا على الزربيه شيشاوه كاينين في الابحاث تاع لي زالمون في العشرينات باقي. دابا الا قلبتي عليهم كتلقاهم هاد الزرابيه القديمه، هاد الزواقه. وهذه زواقه كتدعى بالجبيلات. هذه ثاني واحد تطور النساء، داروا الجبيلات كتسمى الجبيلات، كيسمى الجبيلات الجبيلات كيديروهم وكيبدعوا فيهم هما بحال هكا. وكتكون هذه الزرابي هذه ملونه الزربيه، وكتمتاز من صوف الغنم، صوف الغنم هذه الالوان الزاهيه وكيكون هذا الصدا بلدي، صدا ايراني، ماشي داك لا بوليستير صدا رومي، هذاك كيدير الحساسيه طبيعيه. وهذه هاد الصدا بحال هاد الزربيه بحال كنقول لها هذه مز بين الثقافات ولا مز بين ثقافه الاثنين، لان كاين ثقافه الاثنين. كاينه هنا مز، كاينه فيها رموز امازيغيه، رموز امازيغيه بحال هذه تيفيرناغ، رموز امازيغيه ورموز عربيه تاع توستيت الجنوب. وكتكون هذه الزربيه كتسمى بالكاروات. كاين هذا ابداع حتى هو للنساء التقدمي، تطور تاع النساء في الزربيه. وكتمتاز هذا الصوف من صوف وبر الجمال وصوف الغنم يعني. وكتكون ثلاث الخدمات، يعني فيها ثلاث الخدمات. لكن لو ديكور لا كونسيبسيون مي لو ديكور موديرن هذا ابتكار تاع النساء. وفيها ثلاث الخدمات. هذا كيتسمى بحال كيقولوا هذا النسيج كما يقولوا لينوي تيسلي بغودي. فيها ثلاث خدمات، فيها تطريز وهنا عقد، يعني ثلاث خدمات. وهنا كنقولوا حنا ثقافه الاثنين كيكونوا فيها امازيغيه، فيها داك الرموز او لي زايده ولا تاع لو ستيل تاع جهه لو ستيل جنوب وداك الشيء. وفيها لو ستيل ديال تيفيرنا من الامازيغيه والامازيغيه. هذه كتسمى زربيه طبيعيه من وبر الجمال والغنم، صوف الغنم. وهذا ثاني اختراع تاع النساء ملون. هذا كارو بحال هذا، غير هذا بالالوان. هذا كارو ولكن بالالوان. وبهذه المناسبه نقول لكم بالنسبه لهذه الزربيه كارو وبالنسبه لهذه الجبيله، حنا خدينا الطوفي تاع دومي تخيز مع حلوقات جائزه على جهه مراكش تنسيق الحوز، جائزه طوفي تاع دومي تخيز حلوقات خدوه في الجلد وحنا خديناه في هذا.
ومع المشروع اللي كان تاع الميريكان تاع لاجونس ديال وكاله من اجل التنميه ومع الصناعه التقليديه. هذا كان على هذه الخدمه وعلى هذه الخدمه. هذه هي كارو زربيه كاروات ملونه وفيها تاهي رموز عربيه وامازيغيه، امازيغو عربيه، وكتكون من الخدمه الثلاث. هي عندها نوعي تيسي بغودي فيها ثلاثه تطريز نشيش عقد ثلاث الخدمات فيها بالكاروات. وهذه الزربيه كتسمى بالجبيلات ولكن حنبل باختلاف. هذا حنبل، هذا خدمه اخرى كتسمى هذه الرقيقه كتسمى حنبل ما فيهاش عقد، كتسمى الجبيلات ولا من جهه النواحي ديال ورزازات الفوق وتقولوا كنقولوا لهم الخريطه، حنا كنقول لهم الجبيلات. هذه كتكون من صوف الغنم والصدى ايراني. وهذه نفس هذه زواقه اخرى بحال كيقولوا الزغلال بحال كيقولوها صغار الضفادع. الزغلال صغار الضفادع. صغير الزغلال. ولكن كتباع حنبل بالجميلات، ولكن الزواقه الداخليه كتعني الزغلال هكا زغلال خاص يعني دون غيره من الزغلولات الأخرى. هذه خدمة. وهذا الشيء باش كتمتاز هذه التعاونية بهذا الاختراع والتجديد والتطوير يعني هذه. وهذا كيعبر هذا نفس فرق في اللون، هذاك حمر وهذا صفر فقط، هذا نفس الألوان. وهذه بغيت نقول لكم هذه بهذا اللون نفتحها لكم. هذه أخرى، هذه تقليدية، هذه تقليدية وطبيعية كتسمى زربية طبيعية. هذه نفس هذيك غير هذوك الرموز كيكونوا طبق الخضر، هذا بلون آخر. هذه هي الثقافات الاثنين، هذه هي من وبر الجمال والغنى. هذه هي طبيعية طبيعية. وهذا من إنتاج نساء سيد المختار عملت شيشاوة. شكرا سيد المختار عملت شيشاوة. هذه المناسبة احنا سعيدة باش النساء يدمجوا في التنمية الاقتصادية والمحلية والاجتماعية والسياسية والمندمجة حتى يكون كل شيء كسب ورهان التنمية البشرية والتنمية المستدامة. وشكرا. مخترعات الأستاذة منى مروان، وطبعا مع الثوب المغربي وشهرته العالمية من ناحية الألوان والتصميمات. نسمع له. تفضل. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير النساء المغربيات، النساء المغربيات في العالم كله بطبيعة الحال، في الرباط وفي المغرب كله من الشمال إلى الجنوب. للنساء المبدعات والمخترعات والفنانات والمصممات والنساء الأستاذات أيضا والدكتورات، لأن بلا الأستاذات ما كاين والو. بالنسبة هذا التعريف بسيط لأن باقي العرض ديال الأزياء ديال الملابس هادو غير بعض القطع. هاد القطعة هذه هي عبارة على قندورة مغربية بثوب حريري راقي وصنعة اليد، صنعة بالجوهر. وهذه عبارة على جلباب مغربية حتى هي شغل اليد والزفيرة. وشكرا. راضية من مدينة القصر الكبير، يد في يد، وهي تمثل المجموعة النسوية الرائعة التي تبدع في التطريز وتبدع في أشكال مختلفة من المشغولات اليدوية النسوية، بل تحاول تطوير بعض المنسوجات الحياكة وما إلى ذلك بإضافة لمسة نسائية على ما هو من عمل الرجل الرائع. إذن هي تتفضل مشكورة لتقدم لنا مدينة القصر الكبير ويد في يد. السلام عليكم. أنا رادية بطالي من القصر الكبير. هذا قفطان
الجوهر، عبارة كيجي بحال الغر. هذا مقدم بالمعلم البلدية، المبرة الحريق. هذه عبارة على جلبة تطير بالمعلم ديال نشوف الزميل ديالي المهدي الهبس.